مساء الفل، معاكم الدرش فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده ده هي مقارنه اكتر نوع حلويات بنعمله في رمضان، بس قليل قوي ما مطلوب في المطاعم. كلنا بنروح كده عند الكنفاني نجيبه من عنده وبنحشيه في البيت ونعمله، وهي مش الكنافه، هي القطايف. جبنا النهارده من اكتر 5 براندات. كان نفسي اعمل لكم الحلقه دي قطايف بالتمر، بس للاسف ما لقيتش تمر عند ولا مطعم اللي انا جبت عنده النهارده. في الحلقه دي نشوف مين هيبقى يحط مكسرات كتير، نوع المكسرات نفسه، مين هيحط سوداني، مين هيحط ايه. تعالوا نبدا مع حلقه النهارده بدون ما اطول عليكم. مع اول واحد جه معانا النهارده. اول واحد جه معانا النهارده توينكي، وهو ارخص واحد، جاي بسعر 80 جنيه. طيب احنا طالبين ربع كيلو قطايف من عند البراندات كلها. تعال بس الاول نشوف الميزان بتاعهم مظبوط ولا لا. طب حلو، يعني 259 جرام، قول ده 10 جرام، يعني هم حاطين ربع كيلو بالظبط. بصوا التوينكي جايب القطايف صغيره كده، مش من اللي هي القطايف الكبيره. طيب مثل القطايف لازم تبقى من بره ناشفه، المكسرات تبقى من جوه متحمصه كويس، ومن جوه مش ناشفه قوي، ما ينفعش تبقى مجلده. فهي اي واحده فيهم لو جايه النهارده مش صبحه هيبان التجليده بتاعت القطايف على طول. ده كده شكل القطايف من عند توينكي، من بره كده محمره ومن جوه طريه، بس مكسرات شويه صغيرين. هي كده صغيره خالص، مش باين من كتر ما هي صغيره ايه نوع المكسرات ايه، بس الطعم بتاعها كويس يعني. السكر بتاعها هادي، محمره كويس قوي. لا جميله. نفتح كمان واحده. ده كده شكل واحده ثانيه فتحناها. بص يعني المكسرات مش باينه جوه قوي، وباين اللي هي الحته اللي جوه اللي بتبقى طريه في القطايف دي، بس هي كبيره كده زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم ان هي فيها زبيب، انا ما بحبش الزبيب. طعمها لذيذ، بس هنشوف حد جاي احسن منها النهارده ولا لا، ده اللي هنشوفه. يلا نخش على ثاني واحد. ثاني واحد وصل معانا هو عبد الرحيم كويدر، جاي بسعر 85 جنيه. كويدر جاي لففها كده لفه قديمه، بس انا متفائل خير بصراحه. اوه، كويدر جاي في ليفل تاني خالص. التحميره بتاعتها جايه ولا غلطه، واخده اللون الجولد، مفيش حاجه محروقه، تحفه. نرفع كويدر على الميزان 309 جرام، ربع كيلو قطايف عند كويدر 309 جرام، واغلى 5 جنيه بس من البراند اللي قبله. دي حاجه تحسب له جدا يعني. بصوا ده شكل قطايف مثالي. على الشكل الرايق ده بقى طعمها يبقى عامل ازاي؟ بس هو بقى ايه، في زبيبه من بره صح؟ بس مكرمل الزبيب. قبل ما ندوقها كده نفتحها، باين فيها المكسرات، فيها عين جمل جوه اهي، وكسر لوز، وكمان زبيب. الحشو بتاعها اكتر بكتير قوي من توينكي. تعال ندوقها بقى عشان شكلها جوه. عين الجمل عامله اضافه جامده قوي. طعمها خفيف قوي ومش شاربه زيت، ومن جوه طريه، والعجين من جوه مش كتير يعني، مش ما تحسش انك تاكل عجينه من جوه. حجم المكسرات كويس قوي. انا بالنسبه لي جاي مثالي 10 من 10. هنشوف بقى حد يجي يقارن معاه اصلا ولا لا. يلا نخش على بعض. بعد كده معانا ابو اللبن، ودي اول مره يخش معانا في المقارنات بتاعت الحلويات. بس بصراحه العيد اللي فات الصغير كنت جايب منه كحك كده، وكان مديه معاه صوصات بيستاشيو وحاجات، كانت فكره حلوه قوي، كان عجباني من عند ابو اللبن. فان شاء الله الحاجه اللي جت النهارده كويسه ندخله معانا في مقارنات. ربع كيلو قطايف جاي من عند ابو اللبن، 5 قطع، 5 وحدات، بس 5 وحدات كبار. بصوا الشكل بتاعه. ماشي، عايزين نرفعه على الميزان الاول. 209 جرام، يعني هو الميزان قليل شويه، بس يعني المفروض على سعر 97 جنيه ونص ان هو اغلى من اللي قبله، لازم يطلع جامد. وما طلعش جامد يبقى فرق الفلوس فين. ده شكل الحشو بتاع القطايف من عند ابو اللبن، بس الحشو كتير، بس برضو العجينه من جوه مش صغيره خالص يعني. بس تعالوا بقى نجربها. عايز اقول لكم الاول هو في المكسرات عباره عن ايه. عين جمل، كسر لوز، زبيب، وفيها بندق. يلا نجربها. جايه مجلده في النار، ممكن تبقى معموله بس من بدري، بس الجلوكوز او العسل او الشربات او اللي هما بيحطوه يعني عاجبني قوي التيست بتاعه. جامده، تبقى كيف في الناس كتير، بس هي تقيله مش خفيفه، تقيله زي المشبك كده، قريبه قوي اصلا من التيست بتاع المشبك، مختلفه. عجباني، بس هي تقيله. فاللي كيف القطايف اللي بيحبها تقيله هيلاقي هنا مبتغاه يعني. هو انا كنت مستغرب ان هو جايب 5 بس قطع، 5 كفايه قوي ان انت تاكلهم. طعمه حلو لذيذ، تجربه جديده، هيخش معانا في قناه تاني. بس بالنسبه لي الطبق ده ممكن اديله 7 من 10 عشان تقيل قوي عليا. وبالنسبه لي توينكي عشان كان اول حد ما ادالهوش تقييم، كنا مستنيين البراندات اللي بعده، فلغايه دلوقتي كده ممكن ادي توينكي 8 من 10. بعد كده معانا اكسبشن، بيعجبني قوي الباكنج بتاع اكسبشن. بصوا الشياكه، رمضان كريم كده جايب الجولد على اللون بتاع العبوه، بصراحه عاجبني. لا في براند بيجيب حاجه حلوه بصراحه بنقول انها كويسه. وحلقات المقارنات دي عمرها ما كانت اعلانات لحد، ولا عمرها هتبقى اعلانات. حلقات المقارنات دي بتبقى مقارنه كمان مش ذوق الشخصي، هي بتبقى مقارنه بناء على الذوق العام، يعني الحاجه اللي اي حد ممكن ياكلها. يعني حتى لو اي براند في حلقه ثانيه جاب مثلا حاجه زياده شطه، في ناس كتير بتاكل شطه، انا برضو بقول ان هو مش كويس، لان مش كل الناس بتاكل شطه، فاحنا بنحط المعايير ان هي اي حد طبيعي. وكمان عايز اقول لكم في نقطه، ان انا في الاستوديو ما باكلش لوحدي، حوالي 6 أو 7، كل واحد بيدوق برضو الاكل من ورا الكاميرا. فانا بس بحاول اوديكم ان هي ما بتبقاش يعني، ممكن تبقى 20% 30% وجهه نظر شخصيه، بس 70% الذوق العام بتاع الاكله نفسها. ده غير ان لو حد جايب الاكل في طفره يعني ما فيش كلمه، فكلنا بنبقى مجمعين عليه. يلا نوزن اكسبشن. اكسبشن النهارده جاي بسعر 98 جنيه ونص، الوزن بتاعه جاي 268 جرام، شيل 13 جرام يعني هتلاقيه ظابط على 250 جرام. بص هو انا مش عارف، شكلها مش لطيف كده القطايف، هي قطايف كبيره بس هي دي بس شكلها مش ظريف، انما الباقي شكله حلو. بس عشان بس الامانه لازم ابقى موريكم كل حاجه.
بس بالتالي دي اكبر قطايف جت النهارده. دي كده شكل المكسرات اللي جايه في القطايف بتاعت اكسبشن. عايز اقول لكم ان هو لغايه دلوقتي هو الوحيد اللي جايب المكسرات في صوص مش كسر، يعني نص حبايه بندق نص لوز، لا حركه تحسب لي قوي بصراحه. تحس ان هي قطايف موجهه قوي، يعني كيف البندق اللي انت عايز تحس الافتر تيست بتاع البندق في بقك بعد القطايف، بندق بس مش ميكس بقى لوز على عين جمل وكده، هو عاملها بالبندق والزبيب، هي زبيبه واحده بس كانت في القطايف، بس الحشو بريميوم جدا. مشكلتي الوحيده معاه ان هي من بره طريه مش واخده السوا للاخر، يعني في واحده محمره قوي في واحده لا، فده كده تحس ان اللي انا اكلتها كانت شاربه زيت، والسكنس نفسه او السمك بتاع العجينه تخين، يعني السمك بتاع العجينه ده تخين مش رفيع، يعني عجينه تقيله. الشربات مظبوط، تجربه عامه حلوه، كانت اتمنى ان هو يجيبها كلها متحمصه نفس التحميصه، دي اكتر واحده متحمصه فهدوقها برضه. انا بالنسبه لي دول 7 من 10. اخر واحد جه معانا النهارده وهو لابوم. انا مستغرب ان اللابوم هو برضه اول مره اخش معاه مقارنات، انا مستغرب ان هو اغلى واحد جايب بسعر 100 جنيه ربع كيلو، يعني الكيلو ب 400 مش عارف، بس نشيل الطبق. ما هو اغلى واحد 350 جرام، يعني جاي اكتر من وزنه ب 100 جرام كاملين. عايز اقول لكم ان القطايف جايه من عند لابوم، هي شكل القطايف المثاليه لرمضان، واخده التحميصه للاخر، حجمها مش صغير قوي ولا كبير قوي، شكلها من بره تحفه، يكمل الشكل ده والميزان بتاعها الطعم. هل الطعم بتاعها هيطلع عالمي ولا ايه؟ لقيت واحده نص مفتوحه كده، تعال نشوف. جاي فيها كده عين جمل كبيره وكسر سوداني وزبيب وكسر لوز وبندق، بس التحميصه بتاعتها حجاره من بره، يا رب تكون طريه من جوه يعني. حلوه قوي، قطايف بيتي كما قال الكتاب ولا غلطان. وعاملين حركه صايعه كده، حاطين مع المكسرات من جوه سن قرفه صغير خالص هادي، بس مدي افتر تيست مش طبيعي، عالميه، حلو قوي قوي قوي. والله يفوز والله يفوز، 10 من 10 ونجمه، هو وبعد كويدر على طول، بس هو الاول. مفاجاه كبيره قوي من لابوم، انا قلت اللي هيكسب النهارده كويدر، والله العظيم ولا غلطه، حلوه قوي 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 قوي، ما كنتش مستني كتير من لابوم والله. لا عالمي 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 عالمي، كل حاجه جايه حلوه، الحشو حلو، القرمشه من بره، الطريه من جوه، العجينه مش مكتله مش بايته، السيرب نفسه اللي عليها تحفه، مش كتير ومش قليل. لو فضلت اتكلم عليها مش هخلص. حلقه لذيذه خفيفه خلصت بسرعه، بس بصراحه طلعنا باتنين، ابو اللبن ولابوم لازم يخش معانا في المقارنات، خصوصا لابوم. هو كده كسب معانا النهارده في الحلقه، واخد 10 من 10 ونجمه، حلو جدا بعد كويدر، ولكن التجربه كلها كقطايف تجربه رمضانيه حلوه قوي. كل سنه وانتم طيبين، استنونا ان شاء الله الحلقه الجايه كده، ايه بفكر اعمل لكم كشري، بس هنشوف بقى ايه ممكن نوفر الكشري منين عشان الكشري مش موجود خالص. يلا كان معاكم الدرش، سلام.